السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حملة تضليل إعلامي تلك التي انخرطت فيها وسائل إعلام الجزائرية بما فيها الرسمية منها عبر ترويجها أمس لخبر تزعم فيه أن المغرب أرسل طائرات عسكرية مغربية إلى إسرائيل في إطار التعاون العسكري بين البلدين، مشيرة إلى تورط المملكة في الحرب ضد الفلسطينيين إلى جانب الجيش الإسرائيلي، قبل أن ينكشف حقيقة أن الأمر يتعلق بمساعدات طبية أرسلها المغرب لفائدة الغزاويين بأمر من الملك محمد السادس الذي تكفل بجزء كبير منها من ماله الخاص، حسب ما أوضح بلاغ للخارجية. هذه الرواية التي تبناها الإعلام الرسمي الجزائري الذي استدعى بعض من يسمون أنفسهم خبراء استراتيجيين عسكريين لتخوين المغرب والتشكيك في طبيعة مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، منهم عميد سوري يدعى علي مقصود، حل ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية للتعليق على خبر تدعي من خلاله مشاركة المغرب بقوة عسكرية إلى جانب جيش إسرائيل في الحرب ضد حماس، وهو الخبر الذي أثبتت مواقع متخصصة في مكافحة الشائعات أنه مفبرك. وفي وقت إن جرت فيه بعض الجهات معروفة الولاءات إلى هذه الرواية الجزائرية دون أدنى تحري للمعلومة الصحيحة أو انتظار توضيحات من السلطات المختصة، ووصف الصحافي الجزائري وليد كبير سقطة الإعلام الرسمي في بلاده بالفضيحة الإعلامية المدوية التي بيّنت عن ضعف الخطاب الإعلامي والسياسي للنظام الحاكم في الجزائر. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا. شكرا لكم.